لو انت اكلت رغيف عيش فاضي ما فيهوش حاجة، فاضي، هيشبعك بس مش هيمتعك. ليه؟ لانه فاضي مش مليان، يعني ما فيش فيه متعة، هو يا دوب شبعك لكن ما فيهوش حاجة عشان تمتعك، فاضي. نفس الكلام على العلاقة الخاصة، لو بتتم بشكل روتيني في ملل كل مرة زي اللي قبلها، هتشبعك، هتشبع شهوتك ورغبتك بس مش هتمتعك، هتبقى مجرد إشباع ما فيهاش إمتاع. والفرق بين الإشباع والإمتاع كبير قوي يا جماعة. أكتر حاجة بتؤدي للملل في العلاقة الخاصة بين الزوجين هي رفض أحد الطرفين للتغيير. يعني مثلا الراجل اللي يروح لمراته يقول لها أنا عايزك تغيري في أي حاجة تخص العلاقة، أنا حاسس بملل، عايز إن احنا نغير في أي حاجة في العلاقة. لو الست رفضت وقالت له لا اصل انا متعوده، لا انا عايزه نفس المكان والزمان وما بحبش التغيير ومش عارف ايه، ده غلط جدا. لان اصلا لما الراجل يقول حاجه زي كده، او اي طرف من الطرفين راجل او ست لما يوصل انه يطلب كده، ده معناه ان هو وصل لمرحله من مراحل السكشوال بوردم، اللي هو الملل الجنسي، انا خلاص انا مليت. فالست الذكيه لما تعرف ان الراجل خلاص بدأ يدخل في مرحله ملل، المفروض ان هي بتعمل ايه؟ بتبدأ ان هي تعمل له الحاجة اللي هو بيطلبها طالما حلال وما تغضبش ربنا. وإلا لو هي رفضت، إيه اللي هيحصل؟ هتبص تلاقيه ممكن يلجأ للتغيير والتنوع بعلاقات محرمة، ممكن يلجأ للأفلام الإباحية والعادة السرية. ما هو أغلب الرجالة اللي بيشوفوا أفلام إباحية وهم متجوزين، إيه اللي بيخلي راجل متجوز يروح يشوف أفلام إباحية وعادة والكلام ده كله؟ لأن هو بيلاقي في الحاجات دي تنوع، إثارة، تشويق، حاجات مش لاقيها. هو في الحياة العادية شايف ملل وزهق ونفس لكن لما بيشوف الافلام دي بيحس ايه ده في تنوع واثاره وتشويق، حاجات بتشبع خياله وتعلي عنده الدوبامين وتفرحه، مش لاقي ده مع مراته. فعشان كده بقول الصح ان انا حسيت ان في ملل، بقالنا سنين متجوزين، مسؤوليات الحياه، ضغوط، كل مره زي ما هي، يبقى لازم اي طرف من الطرفين يبادر للتغيير. مراحل العلاقة الخاصة ثابتة، مش هنعرف نغير فيها حاجة. لكن مثلا احنا بنغير في الأماكن، في المكان، في الزمان، في طريقة الكلام، في العطور، في الجو العام، في أي حاجة، بس لازم يبقى فيه تغيير. لو وصلنا لمرحلة من الملل ده هيأثر على العلاقة، يعني لو العلاقة الخاصة فيها ملل ده هيأثر على العلاقة العاطفية أو الزوجية ككل. هتبص تلاقي نفسك عمال تتعصب على مراتك، بتتعصبي على جوزك من غير سبب. ليه؟ لأن علاقتكم الخاصة فيها إشباع، بنشبع رغبتنا وشهوتنا بس ما فيهاش امتاع. فمهم جدا يبقى مع الاشباع امتاع.